الفيديوهات اللي انت شفتها ديت معموله بنموذج ذكاء اصطناعي اسمه فيو 3. طب ايه هو فيو 3 وده بيشتغل وازاي اصلا الذكاء الاصطناعي بيولد فيديوهات بالطريقه ديت وصور واقعيه زي اللي احنا بنشوفها؟ كده بتبدا في سنه 2014. كان في واحد اسمه لان جودفيلو اللي هو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لان جودفيلو ده عالم كمبيوتر امريكي. ففي يوم من الايام راح البار هو واصحابه طبعا عشان يشربوا عصير قصب، وجات له فكره كده وهو مسك كوبايه العصير القصب قال طالما احنا بندي الصور للذكاء الاصطناعي وهو بيدينا وصفها، يعني تدي صورة للذكاء الصناعي صورة قطة، صورة كلب، صورة فار، صورة ايا يكن، بيقول لك ديت عبارة عن ايه. قال بقى ليه ما نخليش العكس، يعني احنا ندي الوصف ليه للذكاء الاصطناعي وهو يولد لنا الصور. فجات له فكرة عبقرية جدا. قال ممكن نجيب نموذج او شبكة عصبية زي كده مثلا ديت مولدة صور عشوائية، ونموذج تاني بيشوف هل الصورة ديت حقيقية ولا مزيفة معمولة بذكاء اصطناعي. فدايت يقوم عامل ايه، يقوم مولد صورة وليكن مثلا ادي شخص اهو، شخص راس بعينين اتنين، فده يجي يشوف المفروض الشخص يبقى كده، ادي شخص ادي عينين اتنين وادي مش عارف انا شكلي رسمت ابليس مش عارف. فهو بيشوف يقول مثلا هل الصورة ديت شبه الصورة المتوقعة ولا لا، لقاها غلط هيقول له ايه انت كده غلط، فيقوم مديله ايه فولس. فيوم تاني بقى اللي هو الجنريتور ديت اسمه جنريتور، ديت اسمه جنريتور، وديت اسمه ديسكريمينيتور. الجنريتور هو اللي بيولد الصور والديسكريمينيتور هو اللي بيميز هل الصورة دي حقيقية ولا فيك. فيوم الجنريتور مولد صورة تانية يعدل عليها، يقول له مثلا انت عندك الصورة ديت فيها خطأ مثلا بنسبة 80%، فالجنريتور يحاول من تاني، فيقوم عامل ايه، يقوم حاطط له مثلا دراع تاني يقول ايه الاستعباط ده، يقول له انت الصورة ديت مش صح بنسبة 70%، يقول له 50%، 20%، والاخر بعد ما يخلص الراجل يقول له انت كده ايه عملت الصورة صح. هو لو شفت الرسم البياني ليها الجنريتور بياخد راندوم انبوت بيطلعه، والديسكريمينيتور بيميزه يشوفه هل اللي انت مطلعه ديت لو الصورة حقيقية انا هخسر، لو الصورة فيها تزييف وكده يقول له لا انت غلطان بنسبة كذا. ديت كانت بداية حاجة اسمها الجانز او جينيريتيف ادفيرساريال نتورك، شبكة الخوصمة التوليدية. طب ليش سموها خوصمة؟ علشان هما تحس ان هما خصمين ضد بعض، واحد يحاول يخدع ديت عشان يطلع له صور حقيقية، والتاني يحاول يخلي ان ده غلطان يقول له لا انت عامله غلط. في شركات بقى اخدت النموذج اللي هو جانز او شبكة الخوصمة التوليدية شبه شركة نيفيديا، وعملت نماذج بتولد اشخاص تقول واقعية بالظبط. لكن كانت من عيوب جانز انه كان في حدود، ساعات بيطلع مثلا واحد ودنه متاكله، واحد عنده تشوهات، واحد كان ليه سقف معين مفيش تقدرش تعمل اكتر من كده. هو زي ما انتم شايفين هنا الموديل بيحاول يعمل ايه، يحاول يعمل عملة الدولار، يوم هو مولد صورة شبه كده، الصورة عشوائية طبعا، فديت يقول له لا ديت اللي انت عاملها ايه ديت فيك. الديسكريمينيتور بيقول له لا انت اللي عاملها ديت فيك مزيفة، والحقيقية ديت. فالتاني يقوم عامل ايه وش كده عبيط وحاطط لك 10 جنيه كده ايه بيخدعه خلاص، التاني عبط احنا خلاص. فالتاني يقول له لا اللي انت عاملها دي مزيفة وديت الحقيقية. في الاخر خالص بيعمل حاجة قريبة منها بشكل كبير، في الاخر ديسكريمينيتور بيتخدع وبيقول له انت كده تمام الصورة ديت حقيقية. طبعا التمييز بين الصورة الفيك والصورة الحقيقية بتتعمل بمعادلات رياضية، وكل ديت بيتعمل تحت ما يسمى بالديب ليرنينج. الديب ليرنينج ديت بيخلي الآلة تتعلم مع الوقت، يعني جنريتور بيتعلم من خطأه. لحد في 2015 جالك واحد اسمه جاشا سوهال ديكستان اكتشف حاجة اسمها الديفيوشن موديل. هو طبعا كان بيشتغل في شركة ناسا في الأول، لكن قال ليه ما اخشش في الكمبيوتر ساينس عشان هو كان في شركة ناسا فكان عنده خلفية بالفيزياء والرياضيات وكده، فكان دخوله في عالم الكمبيوتر ساينس كان مش هيبقى صعب بالنسبة له. أول ما دخل عمل لنا حاجة اسمها ديفيوشن موديلز. ديفيوشن موديل بيشتغل بطريقة مختلفة عن الجانز. ديفيوشن موديل بيتدرب بكمية هائلة من الصور دي اللي بيحصل لها في أثناء تدريبه بياخدوا الصورة يحطوا عليها شوية تشويش، يشوشوها شوية، يحطوا عليها نويز، يقوم حاطين شوية تشويش، حاطين شوية تشويش كمان، لحد ما الصورة زي ما تشوف كده تحس ملهاش ملامح خالص. فيقعدوا يعملوا كده للديفيوجن موديل ويدربوه انه ازاي يعمل ريفيرس للعملية دي او يعمل عملية عكسية للعملية التشويش. يشوف مثلا التشويش ديت عشان يخليه زي دي يعمل ايه، يشيل الحاجات اللي متضافة عليها في الصورة دي، وهكذا عشان دي تبقى دي فيعمل ايه، يشيل التشويش من العادية دي يحطها على دي، وهكذا. وكل ديت بيتعمل بحاجة اسمها الديب ليرنينج اللي احنا لسه متكلمين عنها. بيعلموا الذكاء الاصطناعي انه يعكس التشويش وفي الاخر خالص طلع صورة قريبة من الواقع. والنموذج ده بقى اتبنى عليه دالي فيو 3 اللي احنا هنتكلم
عليه دلوقتي. زي ما انت شايف مثلا الصوره ديت كانت في الاول تشويش، والذكاء الاصطناعي بسبب تدريبه على ملايين ومليارات الصور عمل صوره بالواقعيه اللي انت شايفها ديت. فيو 3 بقى استخدم الموديل ديت اللي هو الديفيوشن موديل، لكن بدل ما هو بيولد صوره واحده بس يعمل كذا فريم ورا بعض. الفريم اللي هي صوره ورا صوره ورا صوره. اكيد كلكم طبعا شفتوا فيديوهات اللي شبه كده، اللي هي بيقعد يلف صور ولاقي شبه الفيديو. هو بيعمل صوره واحده من دول وبيتوقع الحركه الجايه هتبقى ماشيه ازاي بحاجه اسمها الاوبتيكال فلو. ايه الاوبتيكال فلو دي؟ دلوقتي انت في الصوره بتبقى ثابته، يعني مثلا انا لو رافع ايدي كده بشاور لحد، الاوبتيكال فلو بتشوف اتجاه الايد فين وبتحاول تتوقع الايد ماشيه لفين بالظبط. يعني انا دلوقتي ايدي نازله لتحت، هي بتقول للذكاء الاصطناعي الايد هتنزل لتحت، فهو هيعمل ايه؟ هيروح مولد صوره لكن الايد ايه؟ نازله لتحت شويه، يوم الاوبتيكال فلو قايله له تحت اكتر ويوم نازل اكتر، وهكذا. زي مثلا في الصوره ديت هتلاقي الاوبتيكال فلو مثلا هي في الصوره ديت بتقول ان الرجل هتروح للاتجاه ديت، يعني الاسهم بتشاور للاتجاه ديت هناك، هتروح على اليمين. وبكده نكون فهمنا الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي. طبعا الموديلات ديت الفيو 3 او غيرها من الموديلات خلف الكواليس بيحصل حاجات معقده جدا احنا ما شرحناهاش في الفيديو ده، واحنا ما شرحناش اصلا يعني ايه الديب ليرنينج، ازاي بيشتغل بالظبط، ازاي خلف الكواليس بيشتغل. كمان في حاجات اللي هي الشبكه العصبيه وازاي اصلا الذكاء الاصطناعي بيفكر. انتوا لو عايزين حلقه بتشرح الحاجات دي بشكل مفصل ومبسط ممكن تقولوا لي تحت في التعليقات. وبس اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.